ابنك دايما عنده حكة من ورا؟ سمعتي عن الديدان الدبوسية وازاي الطفل بيصاب بيها؟ تعالي اعرفي اكتر عنها. قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكل ايه هي الديدان الدبوسية وايه اعراضها وازاي نتجنب؟ كل ده هقولهولك في الفيديو ده. الديدان الدبوسية دي ديدان صغيرة جدا بتعيش في الامعاء وبتسبب حكة قوية في منطقة الشرج خصوصا عند الاطفال ممكن يصابوا بيها عن طريق لمس اشياء ملوثة او ايد متسخة بعد اللعب او دخول الحمام. اهم حاجة هي الحكة المستمرة في منطقة الشرج خصوصا في وقت الليل، وخصوصا ان الطفل ممكن يعاني من قلة النوم والعصبية، وهي دي اعراضها. حكة في منطقة الشرج، عصبية شديدة، مش بنعرف ننام، وممكن يكون كمان معاها مغص في بطنه او نفسه وشهيته مقفولة. خلي بالك ازاي نتجنبها. لازم نغسل ايدينا كويس بعد اللعب، وكمان هنحافظ على نظافة الضوافر وتبقى مقصوصة باستمرار. في اغلب الحالات العلاج بيكون ادوية ضد الديدان تتباع من غير وصفة طبية. لو عندك أي شكوك أو أسئلة ما تتردديش، لازم تستشير الطبيب واكتبيلي في الكومنتات.